جريدة الأخبار هنا عدنا إليكم من جديد هنا بملعب بنو بطوطة بطنجة. أجواء رائعة، أجواء رمضانية، أجواء العشر الأواخر من رمضان هنا من ملعب بنو بطوطة بطنجة. هنا نشاهد الجماهير الودادية تشعل مدرجات ملعب بنو بطوطة قبل انطلاقة المقابلة المشتعلة بين فريق الوداد البيضاوي وفريق اتحاد طنجة على حساب ثمن نهائي كأس العرش. المباراة اللي كتعرف المنافسة بين الوداد الفريق الثاني في البطولة هو فريق اتحاد طنجة، فريق متدلي الترتيب في البطولة الوطنية. فلهذا المباراة اليوم ما تكونش عادية بين فريق اتحاد طنجة وفريق الوداد البيضاوي. الجماهير الودادية لا زالت تتوافد على ملعب بنو بطوطة بطنجة. وان الملعب يعني الامتلاء ديالو كاين في واحد الجانب كاين الجمهور طنجاوي، في الجانب المقابل كاين الجمهور الودادي. فمازال الجماهير تتوافد على مدرجات ملعب بنو بطوطة بطنجة. كنتمنوا التوفيق لفريق اتحاد طنجة وكذلك فريق الوداد البيضاوي في هذه المباراة، وكنتمنى ان الروح الرياضية وسيدة الموقف في هذه المقابلة هذه، مقابلة فارس البغاز ضد الوداد البيضاوي. كذلك كما كنعرفوا ان الجماهير الطنجاويه اللي دائما مسانده للفريق ديالها منذ يعني الدورات الاولى، رغم يعني الصعوبات اللي جبرها فريق اتحاد طنجة في هذا الموسم هذا، خصوصا في الدوره الاول من البطوله، ولكن العوده ديالو بدات تدريجيا خصوصا في هذه المباريات الاخيره اللي فاز فيها فارس البغاز على المغرب الفتي. وكنتظروا مباراه حارقه يوم الاحد المقبل ضد اولمبيك خريبكا. اذا متابعي جريدة الأخبار هنا نعود بعد قليل لتغطيه باقي اطوار المقابله.